تخيل نفسك راك في جيش فيه أكثر من 10,000 مقاتل، وهذا الجيش تتحد فيه 4 قبائل ورايحين تشاركوا في حرب مصيرية ضد الإسلام والمسلمين. الوجهة تاعكم إلى يثرب المدينة المنورة، وكي وصلتوا وقع لكم مشكل. فجأة انت خرجت من هذاك الجيش وكتبت سيناريو قلبت فيه موازين القوى رأسا على عقب. هذا لن يكون إلا بفعل الفاعل صاحب اللسان القويم والعقل الحكيم الصحابي الجليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه. عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة وبعدما بايعوه وصار حاكما عليها، وضع قوانين داخلية تسير النظام. من بين هذه المعاهدات معاهدة مع القبائل اليهودية، ومن بين هذه القبائل قبيلة بني النضير. هذه القبيلة وضعوا خطة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدما كشفهم الرسول وحاصرهم إلى أن استسلموا طاردهم خارج المدينة. هنا بني النضير لم يتوقفوا وبدأوا يخططون كيف ينتقمون من المسلمين. بنو النضير بدأوا يخططوا كيفاش ينتقموا من الإسلام والمسلمين. توجهوا مباشرة إلى قريش وخاصة إلى زعيمها أبو سفيان. قال لهم: يا قريش، قالوا لهم عندنا خطة للانتقام من محمد. قالوا لهم: احنا سنعبد لكم الطريق وأنتم تحشدون الجيوش، فما رأيكم؟ قريش بدأوا يفكروا وعجبتهم الفكرة. من بعد شدروا بني النضير، راحوا إلى نجد إلى قبيلة غطفان وعرضوا عليهم نفس العرض. قالوا لهم: ما رأيكم أن نحتشد احنا وانتوما وقريش ضد محمد وضد المسلمين؟ عجبتهم الفكرة وبدأوا يفكروا. هنا بني النضير قدروا يقنعوا غطفان وقدروا يقنعوا قريش لقتال محمد، فحشدوا جيوشهم وتوجهوا إلى المدينة المنورة. وهم جايين في الطريق، واحد الرجل كان من قبيلة غطفان، رجل حكيم وزعيم من زعماء غطفان، يسموه نعيم بن مسعود. هذا الصحابي كان إنسان دبلوماسي عنده علاقات بزاف، لكنه كان صاحب صبوة، معناها يحب اللذات والشهوات. وهما جايين في الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسلمين سمعوا باللي هذا الجيوش تحركت، فالرسول نادى أصحابه وقال لهم: أشيروا عليه. بدأوا يعطوه في آرائهم. من بعد ناض واحد الصحابي اسمه سلمان الفارسي وقال له: يا رسول الله، نحن في بلادنا عندما تزحف نحونا جيوش لا نقدر عليها نحفر في الأرض خندقا، هكا ما يقدروش الأحصنة يتجاوزوا هذاك الخندق. عجبته الرسول الفكرة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابدأوا في الحفر. كي وصلت الجيوش تفاجئوا، صابوا خندق ما قدروش يفوتوا. بنو النضير بدأوا يفكروا كيفاش يديروا يدخلوا المدينة. شداروا راحوا عند واحد القبيلة تسكن داخل المدينة سموهم بني قريظة، وعرضوا عليهم وقالوا لهم: هذه هي فرصتكم للقضاء على محمد، ما رأيكم لو تتحدوا معنا؟ علاش راحوا لبني قريظة؟ المدينة في اتجاهاتها الأربع، في الجهة الشرقية والغربية تحدها جبال صعبة لا يمكنك الدخول عبرها، وفي الجهة الجنوبية بني قريظة هم بوابة، وفي الجهة الشمالية حفر المسلمون خندقا. ثم الحل الوحيد باش يدخلوا للمدينة هم بني قريظة. بني قريظة بدأوا يفكروا، بعد قالوا لهم: ما نقدروش نخالفوا لأننا عندنا عهد مع محمد. وأصر بنو النضير على بني قريظة حتى قابلوا ومزقوا هذه المعاهدة اللي داروها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالفوا الوعد وخالفوا العهد. وهنا الرسول سمع بهم. في ليلة من الليالي وهذوك القبائل محاصرين المدينة، رجلنا نعيم كان سارح بخياله ويشوف في السماء. فجأة حدثته نفسه، قالت له: يا نعيم، أنت رجل حكيم، ما الذي جاء بك من نجد إلى هذه المنطقة؟ هل تعلم بأنك تقاتل رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هنا نعيم بدأ يدخل لقلبه الإيمان، وخرج من هذه القبائل وتسلل ودخل المدينة المنورة.
المدينة وقف بين يدي الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرفه، قال له: أنت نعيم؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له: يا رسول الله، لقد أسلمت وقومي لا يعلمون، فماذا يمكنني أن أفعل؟ قال له: كيفاش نقدر نعاونكم يا رسول الله؟ قال له الرسول: إنما أنت رجل واحد فينا، فخذل عنا القوم، فإنما الحرب خدعة. وهنا نعيم ابتسم وفرح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دار فيه ثقة، وبدأ يفكر كيفاش يدير خطة ويفكك هذه الأحزاب. خرج من المدينة وتوجه مباشرة إلى بنو قريظة، ودخل عندهم وقال لهم: أيها القوم، قال لهم: أنتم تعرفوني وتعرفون صدقي؟ قالوا له: نعم. قال لهم: عباكم شدرتوا؟ قال لهم: أموالكم ونساءكم وأولادكم أين؟ قالوا له: هنا في المدينة. قال لهم: قريش وغطفان نساؤهم وأولادهم وأموالهم أين؟ قال لهم: في بلاد أخرى. قال لهم: ما درتوش في بالكم وما درتوش حساب لو كان تخسروا الحرب مع محمد باللي قريش وغطفان غادي يروحوا ويخلوكم؟ شا غادي يصرالكم مع المسلمين؟ دخلهم الشك هنا بنو قريظة وقالوا له: يا نعيم شنديروا؟ أشر علينا. قال لهم: عندي حل. قال لهم: قبل ما تبدو الحرب كي يجوا عندكم قريش قولوا لهم: أعطونا 10 من رجالاتكم من أشراف القوم، هكا تضمنوا باللي ما يروحوش ويخلوكم. عجبتهم الفكرة، قالوا له: نعم الرأي. خرج نعيم وتوجه إلى قريش، إلى أبو سفيان، قال لهم: أيها القوم، أنتم تعرفون صدقي وتعرفون نزاهتي وتعرفون مكانتي؟ قالوا له: نعم. تكلم. قال لهم: عندي سر لكم. قالوا له: تكلم. قال لهم: سمعت باللي بنو قريظة خالفوكم وندموا على الشيء اللي داروه، ورسلوا رسالة اعتذار إلى محمد، وقالوا له: باه تسمح لنا غادي نجيبوا لك 10 من رجالات قريش وغطفان تقتلهم واسمح لنا. أبو سفيان توسوس، شدر نعيمي، روح الغطفان وقال لهم نفس الكلام. توسوسوا بغاو يتأكدوا من كلام نعيم، شدروا رسلوا البني قريظة قالوا لهم: غدا سنقاتل محمد وجدوا رواحكم. قالوا لهم بنو قريظة: لا، حبسوا، تبدلت الهضرة. قالوا لهم: احنا شي ضمن لنا بلي غادي تقعدوا معنا وما تروحوش وتخلونا؟ قال لهم: اعطونا 10 من رجالاتكم رهينة ودليل على انكم ما تروحوش وتخلونا. قريش كي سمعوا هذا الهضرة عرفوا باللي كلام نعيم صح، وتخالفوا وتفكت الأحزاب. هنا نعيم نجح في تفكيك هذه الأحزاب ونجحت خطته. في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا على هذه القبائل، أطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم وعادوا إلى بلادهم خائبين. وهنا نعيم والمسلمون فرحين مسرورين. الحرب لا تحسم دائما بالسيوف، إنما بالعقل الذي يخرج عن المألوف. هذا هو الدرس الذي علمه لنا الصحابي الجليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه.